أحبتي، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم هو عيد الأم، حيث يخط الزمان أحداثه ومجرياته وكل شيء في الوجود، إلا الأم هي من خطت الزمان والمكان والأحداث والمجريات إلى يومنا هذا من خلال المحبة والعطاء والتفاني والإخلاص. بدت أبجدية راقية أسست الأمم والحضارات بحبها لمن حولها، لأطفالها، بتفانيها ونضالها، بالمحبة أثمرت إلى هذا اليوم. من جميل ما يذكرون حادثة حصلت بين الأم وابنها يندى لها البشرية لفظاعتها، فصيغت صياغة أدبية جميلة. يقول الشاعر والأديب أحمد شوقي: أغرى امرؤ غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، فقال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى مسرعا وأغرز خنجرا في صدرها، فالقلب أخرجه وعاد على الأثر. من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذا عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر، قال: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الوليد قد انهمر. فرأى فظيع جنايته التي لم يرتكبها أحد سواه منذ تاريخ البشر، فارتد إلى القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر. فقال: يا قلب انتقم مني، فقال: يا قلب انتقم مني، فأن جريمتي لا تغتفر. فاستل خنجره ليطعن صدره، وسيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم قائلا: كف يدا، لا تذبح فؤادي مرتين على الأثر. صباحكم محبة وأمل وعطاء. عيد مبارك لأمهاتكم، عيد مبارك للأم الجميلة في العقل، في المنطق، في نشر المحبة. عيد مبارك للأم العفيفة التي أثمرت بين أطفالها المحبة والتسامح والعطاء لهم ولمن حولهم. عيد مبارك لهيدي الأم اللي وصلت بالمحبة لليوم وين ما كانت على هيدي الأرض. عيد مبارك لست الكل، لست الحبايب، لست الدار والحارة والعمارة. عيد مبارك للأم الجميلة المحبة المعطاءة وين ما كانت على هذه الأرض، الجميلة بالخير، بالعطاء، بالأمان، بالمحبة، بصدق النوايا. كل عيد وأنتم بخير. لروحك السلام يا ماما المحبة، وبقلك اشتقت لك كتير وبحبك. شكرا لكم.